طبعا بعيدا عن المهزله اللي عم تصير عبر السوشيال ميديا، هي منكر وحرام. طبعا هي اول نقطه بدنا نتفق عليها، انه الحجاب فرض. تمام. برجع وبقول الحجاب فرض، ما انه وسيله لا تستخدمه لترند. تمام. وما انه قطعه قماش حتى تلبسه بالصيفيه ولا بالشتويه. هذا الحكي لكم يا صبايا. وكمان الحجاب ما انه وسيله انه لنجاح او لا احلام مثلا. هلا سؤال، هدول الاولاد المراهقين او الصبايا يلي عم تابعوهم اكيد بدهم يعملوا مثلهم. شو ما عملوا بدهم يعملوا. والله مثلا لبسوا الحجاب، اي والله اليوم خلاص بدنا نلبس الحجاب. بس يشلحوا بيقولوا اي والله معهم حق، اليوم بدنا نشلح الحجاب. فهذا احسبوا حساب انه هذا اي تصرف كل شيء برقبتكم، لانه انتم بالذات عم تاثروا على عقول المراهقين والصبايا يلي عم يتابعوكم. طبعا ما انسى الحديث الشريف يلي بيقول: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فلذلك نحن يعني أقل شيء بدنا نطلع ونحكي. بركي مثلا هالصبايا شوي انه شان بده يتوعوا انه يا صبايا خذوا حذركم من هي الاشياء، لانه هدول الصبايا يعني بس حابين بده يطلعوا ترند، بعدين بس يطلعوا بيقولوا خلص بنشلح الحجاب. مثل ما شفنا اخر شيء او اخر فتره شيء بيقرف، بيعملوا الحجاب ترند، رمضان ترند، حتى العمره ترند. بيصور بيقول لك هيك انه ها انا وصلت على الكعبه. يعني ما تاخذوا كل مواضيع الدين بترند، فهذا الشيء حرام. وهسه في نقطة انه وين رقابة الاهالي لاطفالهم يلي عم يتابعوا هيك ناس يعني على المؤاخذة زبالة، ناس زبالة، بس انه شو ما عملوا بيقلدوهم. وين الرقابة طيب؟ وإسا مشكلة فوق غلطهم بدي يبرروا مواقفهم، مثل هاي يلي مرات تسمى ليا حمزة، قال بتقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني شو دخل لا يكلف الله انه الله يعني قاعد محمل عليكي مثلا اثقال، انه انا والله يا الله انا ما فيني احمل انه والله هالحجاب خلص بدي اشلحه. انا مستحيل اشلحه، يعني خلص يعني انا حطيته مستحيل اشلحه. اصلا هيدا كان من شروط عائلتي انه نو لما بدك تحطيه ما تشلحي. انا لاني عدوتكم هون ولا شخص جاي يستهزئ بالدين، ولا حتى ممكن اقول انه انا اللي عملته صح. ولا بتطلع سالي قال شو؟ قال والله قال انا مرتحت بالحجاب. يعني كيف يعني مرتحتي؟ لا وبتصرح قال انا حطيته عن قناعه. يعني كيف زبطت معكم انتم؟ ما بفهم انا. شوف يوم من الايام تخلع الحجاب؟ لا مستحيل، خلص لبست عن قناعه تامه، مستحيل اشلحه. كلامك هذا الاخير تعليقات مسكره وانا شلحت الحجاب. فبالنهايه نصيحتي لكم للاطفال المراهقين والصبايا، فنحن يعني ما ربون حتى نحاسبه ولا اي شيء. فانتوا الغلط بتشوفوه غلط خلاص غلط. ما كل شيء المشاهير بدهم يعملوا انتوا تعملوا. فما حدا راح ينزل بشورة الثاني ولا حتى بده يتحاسب عن الثاني. فتحياتي لكم والله يحميكم جميعا.